ركز معايا في اللي هقولهولك ده لانه مهم جدا، خصوصا الفتره دي. مؤخرا في الفتره الاخيره بقى في اماكن كتيره قوي بتدرس كورسات انجلش، وده جميل جدا، بس ده خلق حيره عند حد عايز يتعلم ابدا عند مين وفين. ابدا في المكان اللي يعجبك، بس اهم حاجه قبل ما تبدا او تختار اي مكان لازم تبقى عارف كويس قوي يعني ايه اصلا اتعلم انجلش. القصه مش قصه ممارسه واتفرج على افلام واسمع اغاني واقرا كتير وخلاص. في حاجات معينه لازم تبقى حاططها في دماغك لان هي اللي هتساعدك تكمل. نمبر 1، لازم تبقى قبل ما تدخل عارف انت هتبتدي منين، فلازم تتقيم صح. فلما تيجي تتقيم ما تخليش حد يديك الليفل بس وخلاص، لا، خليه يديك نقط الضعف عندك فين، ايه اكتر حاجه انت المفروض تركز عليها والمفروض تشتغل عليها ازاي. This is one. نمبر 2، حدد لنفسك هدف، انا عايز اوصل لانهي ليفل، وخليكم واقعيين شويه. بلاش انا عايز ابقى C1. C1 level is very difficult، فهياخد منك وقت كبير قوي. ما بنقولش مستحيل، ما بنقولش بلاش توصل C1، بس الموضوع بيطول. لكن معظم الناس بتبقى عايزه توصل C1 في 6-7 شهور، وده صعب جدا او شبه مستحيل. لما تيجي بقى تركز على اللي انت عايز توصل له وانت بادئ منين، تيجي في النص تاخد وقفه مع نفسك كده وتشوف انت اتحسنت ولا لا. واللي هيساعدك على كده الخطوه الاولى خالص، ان انت تبقى عارف مشاكلك فين بالظبط. فانت لما تبقى عارف مثلا ان عندك حصيله الكلمات ضعيفه شويه، تقدر ساعتها تشوف بعد 2-3 حصيله كلماتك بقت اعلى، بقت اقوى ولا لا. النطق بتاعك كان ملخبط، دلوقتي بقى احسن شويه ولا لا. مش معنى كده ان انت بعد 3 شهور تقول ايه ده انا كنت عايز اوصل B2 ما وصلتش. It's impossible. ما ينفعش اوصل لB2 في 2-3. Never. It will take some time. الا لو انت الليفل بتاعك B1 وشغال على نفسك كل يوم انجلش 7-8 ساعات في اليوم. لكن ما تقنعنيش انك هتشتغل على نفسك 10 دقايق ولا تلت ساعه وتعمل 1 exercise كل يوم فانت كده بقيت تمام. No, it's not working out. هو مش جيم، مش بتتمرن. لازم يبقى الموضوع في ودنك وبقك بشكل مستمر عشان اقدر فعلا اوصل في 2-3 لB2. ده لو انا B1. لكن ما تبقاش A1 لسه يا دوب بقول يا هادي بفك الخط شويه في الانجليش وتيجي تقول انا عايز ابقى B2 في 6 شهور. Come on. مين هيعمل لك ده؟ Never. طب ما في ناس كتير بتقول ده. I'm sorry. This is not true. تالت حاجه، دايما تحط لنفسك motivation يفضل يزقك لقدام. لازم يكون الهدف اللي انت عايز توصله ده متعلق بحاجه يعني الموضوع واقف عليها زي ما بيقولوا. ففور اكزامبل مثلا عايز حلمي ان اشتغل شغلانه معينه والانجليش معطلني. لا، هو مش الانجليش معطلك، انت اللي معطل نفسك. ادي حلم قدامك اهو. Go for it. سفرية معينة نفسي اسافرها ومعطلني الانجليش. كورس معين هاخده هيفرق معايا في شغلي جدا، بس الكورس ان انجلش. طالما الحاجة دي هتفرق معاك جدا، خلي ده دايما your motivation. في نفس الوقت لو ركزت كل فترة انك تحلل وتشوف نقط الضعف اللي عندك ابتدت تتحسن ولا لا، ده برضه هيشجعك تكمل. Try it yourself. Like and follow for the rest. Bye.